سلام. النهارده الفيديو هنتكلم فيه على فكرة السايكودنتال ماركتينج. الفكرة اللي ممكن الناس تبقى شايفاها هو ايه يا عم، دي بتيجي بالخبرة، يا عم ده انت بس اشتغل شوية وهتلاقي نفسك بتعرف تتعامل مع الحالات، يا عم بس صاحبهم واتكلم معاهم كتير وخلاص الموضوع هيتم بمنتهى البساطة. لكن خليني اقولك ان اصلا فكرة الماركتينج بشكل عام هي قائمة على ان في حد بيعرض حاجة وحد عنده النيد للحاجة دي فبيروح يسأل عليها او بيروح يشتريها. هل وجود النيد بس كافي لأن الشخص ده يجي ياخد مني الحاجة دي؟ لا، أوقات كتيرة بنبقى محتاجين الحاجة ونروح نسأل عليها ومع ذلك ما بناخدهاش. ويمكن ده ايشو بيقابل دكاترة أسنان كتير لما بيشتغلوا مع الماركتينج ايجنسيز، يقولوا لهم ايه، أنا هحقق لك أرقام، هجيب لك رسائل، هنعلي عندك الريتش بشكل عالي جدا، وفعلا الدكتور يحط فلوس في الانفستمنت بالشكل التقليدي للماركتينج ويجي له رسائل كتير جدا. كام منهم بيبقى عنده كونفرجن ريت للحالات دي من الرسائل لأنه يبقى اكتشوال كاستمر موجود؟ نسبة قليلة جدا، ده إن كان في نسبة أكتر بناء على الإحصائية اللي عندي من دكاترة الأسنان اللي مشتركين معايا في السايكودنتال ماركتينج بلو برنت. الفكرة في إيه؟ أنا عندي نيد ولقيت الحد اللي بيعرض الحل للنيد ده، أنا دروسي وجعاني، أسناني مفقودة، ولقيت دكاترة الأسنان اللي بيعملوا ماركتينج لأن هم قادرين يلاقوا لي حل، هيعملوا لي تركيبات، هيعملوا لي وببعت أسألهم، بعرف مكانهم، بعرف أسعارهم، بس ما بروحش أشتري. ليه الحالات مش بتروح تشتري؟ خلينا نتفق على إن behavior الشراء في السنين الأخيرة اختلف تماماً جداً، وخاصة في الخدمات الطبية. هو عموماً اختلف في كل حاجة بس بالأخص في الخدمات الطبية. الناس ما بقتش بتروح تشتري علشان عندها احتياج للخدمة الطبية، الناس بتروح للدكتور اللي بيعالج لها الايموشنال نيد اللي هي عندها. يعني أنا لو رايح لدكتور علشان عندي وجع في أسناني فأنا ممكن أجله شوية وأروح للصيدلي أدفع فلوس اخد منه البرشامه اللي هتريحني الوجع او هتفش الورم ده، وبالتالي انا دويت او عالجت النيد اللي عندي، فانا مش محتاج دكتور السنان، انا بتكلفه اقل بكتير عالجت الموضوع بشكل مؤقت. حتى لو كان الشكل المؤقت ده مش هو الاريح بالنسبه لي، بس هو لقى لي حل وما اضطريتش اروح، ما اضطريتش ادفع فلوس كتير. لكن الناس بتشتري ايه؟ للانستنت ايموشنز. الانستنت ايموشنز اللي هي الاحتياج العاطفي. الناس اللي بتيجي تعمل aesthetic preparation هم جايين علشان شكلهم يبقى حلو، ده النيد الظاهر. لكن النيد الخفي، الايموشنال نيد اللي عندهم، ان هم عايزين يظهروا واثقين في نفسهم اكتر لما يضحكوا او يبتسموا، ان هم عايزين سوشيال اكسبتنس اكتر، عايزين اليجنس اكتر لو هيعملوا فينيرز. ده البين الاساسي اللي عندهم وراء الخدمات التجميليه. هو مش جاي عشان جاي عشان يبقى شكله جميل في الظاهر، بس الشكل الجميل ده هيعالج عنده ايه في الايموشنز بتاعته؟ هيعالج عدم ثقة بالنفس في بعض الاحيان، هيعالج عدم الشعور بالجمال في احيان اخرى، هيعالج الرغبة في الظهور بشكل إليجنت في اوقات كتيرة. وممكن يبقى في حاجات تانية عشان محدش يقول ان الدكتورة رنا بتتهم الناس اللي بيعملوا اجراءات تجميلية بان هم ما عندهمش ثقة في نفسهم. لا، انا بقول ان ورا كل احتياج ظاهري ايموشنال نيد، والايموشنال نيد ده راجع للسايكولوجيكال بيهيفير والليميتنج بليف اللي عند الحالة بتاعتك. فلو عايز تكون الدكتور اللي قادر فعلا بعد ما عمل كوميونيكيشن كويس مع الحالات بتاعته قادر يفهم الايموشنال بين اللي عندهم، لازم يبقى عندك سايكودنتال ماركتنج تكنيكس، لازم يبقى عندك سايكودنتال ماركتنج استراتيجيست تخلي عندك لويالتي للحالات بتاعتك. ايه الفرق ما بين ان انا شغال بشكل عشوائي او بطبق الحاجات البديهيه للتعاملات الانسانيه وان انا يكون عندي استراتيجي بطبقها؟ خلينا ناخد المثالين. المثال الاولاني ان انا شخص طيب وفرندلي، ولما بيجي لي حد في العياده بتعامل معاه بشكل ويلكمينج، والناس حتى بيقولوا لي انك انت مريح جدا يا دكتور واحنا بنحب نجيلك تاني. بس مش كلهم بيرجعوا والريت بتاعي مش عالي عن لما يكون عندي سيستم بطبق فيه 5 6 7 استراتيجيات معروفين، عارف ان انا هعملهم ومش هعملهم بصعوبه، مش هياخد مني دقيقه دقيقتين علشان اطبقهم، لكن ستيل الناس هتبقى شايفه الامباكت بتاع ده بشكل منظم، بشكل سهل، بشكل في كل مره بيجولي فيه بياخدوا نفس الحاجه، واي حد هيجيلي من عندهم هياخد نفس الاكسبيرينس. الناس دلوقتي بتدور على الاكسبيرينس علشان يحطوا فيها فلوسهم، مش مجرد ان انا رايح لدكتور سنان. وهنا بتكلم على الناس اللي بتقدر تفاليو themselves، مش الناس اللي بيجروا ورا عرض او خصم وبالتالي بيدوروا على الدكاتره الارخص في السوق علشان يروحوا لهم. بتكلم عن الناس اللي فعلا عندهم الكونسبت بتاع انا عايز الافضل لنفسي،
الناس اللي عندهم القدرة الشرائية علشان يشتروا خدمات طب الأسنان. فلما تتبع نظام سايكودنتال ماركتينج قائم على إنك أنت كدكتور سنان أنت البيست سيلز بتاع نفسك، أنت الشخص اللي قادر تكون واجهة للعيادة بتاعتك، أنت الشخص اللي قادر تفهم وتعرف متطلبات الحالة بتاعتك سايكولوجيا والإيموشنال بين اللي عندهم، أنت في الوقت ده بيقل اعتمادك بشكل كبير على البيد اد، على السبونسر اد، فبتقلل تكلفة وبيبقى الكوميونيكيشن والقبول ما بينك وما بين الحالات أسهل وأسرع، وبتبني ريبيتيشن أكتر، وبتبدأ تلاحظ إن في كلمة أو كلمتين معينين معظم الحالات بيقولوها لك بشكل متكرر، هي دي اللي بنسميها في البيزنس الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعتك. فلو لسه لحد دلوقتي ما عندكش كومبيتيتيف ادفانتج، مش عارف ايه هي اليونيك سيلينج بوينت او نقطة البيع المميزة بتاعتك، فتأكد انك انت محتاج سايكودنتال ماركتينج سيستم تقدر تدور على معلومات من خلاله، تقدر تعمل سيرش، تقدر تجرب تكنيكس، تقدر تاخد بروجرام او كورسات. المهم خلي الفكرة دي في دماغك علشان ما تفقدش الامل لو كنت مريت بتجارب مع ماركتينج ايجنسيز كتير وما جابتلكش النتائج اللي انت عايزها. ما تقولش ان مفيش حل، ما تقولش ان انا هو ده رزقي وانا واقف لحد هنا، ما تقولش هو انا مهما سعيت مش هعرف اوصل. انت بس لسه مفيش في ايدك المفتاح اللي ممكن يغير فكرتك عن الماركتينج ويحسن اداء حياتك. اشوفك الفيديو الجاي.